في بيوت كتير الحب موجود بس مستخبي في حضن، أو في أكلة معمولة بالحب، أو في لمعة عين ساكتة ونفسها تتكلم. بس السؤال اللي علمهولي الجواز، هل الناس اللي بنحبهم عارفين ده؟ ولا سايبينهم يتخيلوا، يفكروا، يحاولوا يفسروا سكوتنا؟ الجواز علمني إن التقدير العاطفي مش حاجة ثانوية ولا لحظة رومانسية، ده أساس في العلاقة. التقدير العاطفي بيوصل الإحساس ويحمي القلب من الوحدة حتى لو كنا قاعدين جنب بعض. في يوم عادي جدا كنا قاعدين في الصالة، كل واحد في حاله، الأم بتلم الغسيل، الأب ماسك الموبايل، والعيال بيلعبوا مع بعض بلعبة جديدة. وفجأة دخلت تيتا أمال بشنطة صغيرة وبضحكة كبيرة وبفكرة غيرت مود اليوم كله. قالت: احنا النهاردة هنعمل لعبة، بس مش أي لعبة، اسمها صندوق الحب المكشوف. يعني ايه؟ يعني كل واحد يبص للي قدامه، اللي قدامه يحط ايده في الصندوق مكشوف وباين الورق عليه الأسامي، ويطلع ورقة، الورقة مقفولة بس مكتوب عليها اسمه. قبل ما يقرأ ورقته يسألني، بما اني انا اللي مجهزة الورق: شايفاني ازاي يا تيتا؟ ولما يسمعني برد عليه، بعدين يقرأ نفس الكلام، أبقى هديته مرتين وعبرت له عن حبي ليه مرتين. التقدير العاطفي مش لازم هدية ولا خروجة، بس كلمة توصل للقلب وتفضل فيه. يوسف قعد قدام تيتا أمال ووشه مكسوف. قالت له ببساطة: اسحب ورقتك. تيتا أمال قالت ليوسف: أنا شايفة ولد ذكي وعنده قلب كبير، ضحكتك بتفرحني وبتخلي الدنيا أهون. يوسف سكت وابتسم وبص ناحيتها، وكأن عيونه بتقول: كان نفسي أسمع كده من زمان. وفتح ورقته وطلع نفس الكلام. بعدها جت دور على مودة. تيتا أمال راحت لها وقالت لها: اسحبي ورقتك. تيتا أمال وجهت كلامها لمودة: أنا فخورة بيكي عشان بتفكري في اللي حواليكي، بتسندي اخواتك وبتسنديني أنا وماما بسمة من غير ما تحسي. يوسف في حتة بعيدة عمال يردد وهو مبسوط بصوت خفيف: أنا ذكي، أنا محبوب، أنا قلبي حلو، حبيبتي يا تيتا أمال. ساعتها أنا شفت نور الحب والتقدير بينور في وسط العيلة دي. حسيت بقد إيه إحنا بننسى نقول الكلام ده لولادنا، بننسى نحكي لهم عن جمالهم، كأن الحنية لازم تبقى بس أفعال، لكن الحقيقة الكلمة بتبني جوه الطفل صورة عن نفسه، بتكمل اللي ناقص وبتطبطب الكسور اللي احنا مش شايفينها. وبعد ما الكل اتكلم وبعد ما القلوب فتحت لبعض، الأب بص لمراته وقال لها: أنا شايفك أم عظيمة، بتقومي كل يوم وتكملي حتى لو الدنيا بتيجي عليكي وتكوني تعبانة. في الآخر تيتا أمال كتبت في نوت صغيرة: البيت اللي بيتقال فيه كلام حلو عمره ما بيكون ناقص حب أو دفى. وفعلا في اليوم ده اتقالت كلمات يمكن بسيطة، بس كان جواها حياة وشفاء وجواها حب حقيقي. الجواز علمني إن كل حد في البيت محتاج إنه يسمع إنه محبوب، إنه متشاف، إنه متقدر، مش وقت الأزمة بس، ولا في عيد ميلاد، ولا في يوم حب في السنة. كل يوم كلمة حلوة ممكن تغير حال قلب. جربوا تقولوا للي بتحبوهم: أنا شايفك، أنا فخور بيك، أنا بحبك زي ما أنت. جربوا فكرة صندوق الحب المكشوف. قولوا جملة حقيقية لحد بتحبوه، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه اكتر جملة اتقالت النهاردة خلت قلبكم يبتسم. واستنونا في الحلقة الجاية من الجواز علمني مع تيتا أمال والعيال، ودفى جديد من اللي بصوت عالي بيتقال.